السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في الفيديو تاعنا اليوم. إذا اليوم ان شاء الله وصفتنا هي شاباتي تونيزيان. هاد لي ساندويتش لي بزاف بنان، اقتصاديين، بحاشو تاعهم جد اقتصادي وبنين، يجوكم خفاف، يوالمو سورتو الفصل الصيف. ماذا بينا غير حاجه خفيفه هكذا دي ساندويتش ولا. بلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا اول حاجه نبدا بها نبداو بالخبز تاعنا. عندي حبه تاع البيض تكون بحراره المطبخ، زدت عليها كاس تاع حليب دافي مع كاس تاع الماء دافي، مغرفه كبيره تاع سكر ومغرفه كبيره تاع خميره الخبز. نخلطوا هاد المكونات مليح هكذا بالفويح حتى ينسجموا مليح. ومن بعد هنايا نروح نضيف عليهم الملح والزيت. بالنسبة للزيت أنا درت 4 مغارف كبار تاع الزيت، والملح ديروا شوية حسب الذوق، ما تكتروش بزاف باش ما يجيكمش مالح وما ديروش تاني تصامت. نخلطوا مليح الزيت هكذايا مع الملح. لازم تخلطوا مليح الزيت تاعكم حتى يدخل مليح. ودوكا راح نبدا ندير في الفرينه. هنا درت كاس الاول تاع الفرينه، نخلطوا بيان حتى نتحصلوا على يعني خليط يكون دوك تشوفوا كيفاش يكون ليس، يعني تختفي كامل هذيك الخميره، ما تقعدش تبان ولا تقعد حبيبات تاعها. كنوري لكم القوام. هنا زدت الكاس الثاني، هذا هو القوام هكا اللي تحصلوا عليه. ودوكا نبدا نخدم بيدي. هنا شوفوا زدت الكاس الثالث وهذا الكاس الرابع، يعني نسرع لكم في الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. الفرينه تقعدوا غير تزيدوا يعني تدريجيا حتى تحصلوا على العجينه اللي تكون طريه ومتماسكه. هذا الكاس الخامس. وهنا شوفوا بعد ما نطمت معايا العجينه دات لي 5 كيسان معمرين سوا يعني نفس الكاس اللي كيلت به الماء والحليب. دوكا نغطيها هكذا ببابي فيلم ونخلوها تريح. وانا بعد ما خليتها حتى وين ريحت يعني حوالي نص ساعه هكذاك على حسب يعني حراره المطبخ، ولا كان المطبخ تاعكم سخون حتخمر معكم بالخف. هنا شوفوا بعد ما خمرت معايا ندير شويه زيت في يدي باش نحي العجينه تاعي من الغيسيبيون ما تلصقش. هكذا كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه هي تكون بزاف طريه العجينه. هذه هي الوصفه تاع يعني تاع الخبز هذا كيفاش تجي باش يجيكم هكذاك خفيف ويجيكم مقطن. لازم لاباط تكون بهذا القوام كيما راكم تشوفوا فيها تجيكم طريه تجي تتلاصق في اليد، يعني عاونوا روحكم غير بالزيت. هنا شوفوا جيت قسمتها هكذايا الى جزئين، وبعد كل جزء قسمته الى 3 اجزاء، يعني اونتو درت 3 خبزات. وانتم على حسب الكيل ديالكم، الا درتو بكاس كيما ديالي حيخرج لكم 3 خبزات 6 خبزات عفوا، وشنو كبار يعني الخبزات ملاح. ولا تقدروا تنقصوا تاني في الحجم تاع الخبيزات هذوك ديروهم صغار كيما تحبوا، ولا تكبروا الكيل، يعني هذا الشيء يرجع لكم. هنا شوفوا بعد ما كورتهم كامل هكذاك نغطوهم بطرشونه هكا نخلوهم على جنب ونبداو نخدموا بالوحده. هنا نرشوا شويه تاع الفارينه ونبداو نبسطوا في العجينه هكا غير باليد. تقدروا تخدموها غير بيدكم ولا ديروا هكا بالحلال، هي ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. دوك نوريكم السمك تاعها. هاوليك السمك تاع العجينه كيفاش تجي. انا نحلهم كامل هكذا نكمل نحلهم كامل بنفس الطريقه، ونحطهم في مرصوق قماش ولا هكا في طرشونه. لازم تغطوهم كيما تخدموا المطلوع وتخلوهم ومن بعد يريحوا. مر ما نفتحوهم نخلوهم يريحوا 20 دقيقه. هاد الخطوات جد ضروريه باش الخبز تاعكم يجيكم يتنفخ معكم ويجيكم طري، يعني من الداخل كي تقسموه حتصيبوه ما يجيش معجن. لازم تخلوه يريح مر ما تحلوه هكذايا. انا هامليك درتهم كامل هنا شوفوا في 6 هكذايا، درتهم في طرشونه كبيره وغطيت عليهم خليتهم يريحوا 20 دقيقه ولا اكثر. ودوكا نبدا نطيب فيهم. انا طيبوهم في طاجين تاع الحديد ولا في مقله تكون خشينه، يعني في حاجه لازم لي تكون خشينه. طيبوهم على نار تكون متوسطه. شوفوا كيفاش بداو يتنفخوا معايا. بدا يديروا هذوك النبولات نجي نقلب هكذا نطيبوا على الوجهين. ومن بعد مورا ما يتحمر لي من لي دو كوتي دوكا نشدوه هكذا كيما كنتو تشوفوا نحمروا هاد الجوانب باش ما يقعدوناش خضوره.
نورمال الطريقة راهي واضحة. وهذا هو الخبز ديالي بعد ما كملت طيبته كامل. هاولي كيفاش خرج، صدقوني تخرج لكم نتيجة رائعة، يعني تاع ساندويتش واش نقول لكم، يجيكم خفيف بنين ماشي معجن ما يقهمش، تاكلوا منه ما تشبعوش، يجي هايل. هذا هو الخبز تاعنا. شوفوا هنايا حبيت نوريكم كيفاش يجي طري، يعني ما يتقسمش ما يجيش يابس ولا. ودوكا مباشرة ندوزو لافارس. يعني تقدروا توجدوها من قبل، مي انا حبيت لازم تكون سخونه باش تاكلوا الساندويتش تاعكم باسكو ما حش نبريسيوه. هنا عندي شويه بصل مقطع مكعبات مع شويه تاع المعدنوس، شويه زيتون وسنينات توم وحبه بيض. واش حندير هاد المكونات، ضفت لهم شويه تاع راس الحانوت، وزدت لهم شويه تاع فلفل كحل، ويبقاو التوابل على حسب الذوق، بلا ما ننساو الملح، نديرو شويه تاع الملح. نخلطوا مليح هاد المكونات مع بعض. هنا زدت لهم الثوم، تقدروا الثوم تزيدوه في هذه المرحله ولا ديروه مباشره في الساندويتش باش تحطوا، ومن بعد تحطوا البيض يعني كيما تحبوا. انا خلطت كلش دفعه واحده. نخلطوا مليح هكذا هاد المكونات مليح مع بعض. انا هنا في هاد الاثناء راني حاطه المقله ديالي تسخن، درت لها شويه تاع الزيت ولا زبده. نتوما طيبوا في مقله تكون صغيره ولا كاش كاسرونه تكون ثقيله وتكون صغيره يعني مدوره على حسب الخبزات ديالكم. أنا عندي هاد المقلة صغيرة كيما تشوفوا. نفرغوا الخليط فيها، يعني كل خبزة راح نديروا لها هكذا. كيما تقدروا توجدوا الحشو هدايا دفعة واحدة، تحطوا زعما 3 حبات بيض ولا 4، تخلطوه دفعة واحدة. أنا هايليك بعد ما طابت تجيكم بزاف بنينة هاد العفاقس. هنا نجيو نحلوا الخبز تاعنا ونعمروه لداخل. كيما قلت لكم تقدروا توجدوا لافارس يعني بكميه كبيره، ما تقعدوش تخلطوا غير بالحبه تاع البيض، كل خطره ديروا حبه بيض طيبوها كاع ضربه واحده، كل خطره طيبوها هكذا خبيزه وتخلوها. شوفوا الخبز كيفاش يجيكم من الداخل، يعني يجي متقب هكا، يجي مهوي ما يجيش معجن. هنايا دهنت الخبز تاعي بشويه جبن طاري. نتوما تقدروا ديروا واش تحبوا، يعني هنايا هذه حسب الذوق، اذواق كل واحد واش يحب ياكل. درت هنايا جبن طاري هكا. وهي نورمالمون في الوصفه الاصليه نزيدوا الهريسه تاني، تجي نديروها فرماج وتجي نديروا لها الهريسه. انا بيسكو ما ناكلش الفرماج، يعني احنا عفوا ما ناكلوش الهريسه، درت غير الفرماج. ومن بعد تحطوا هذيك الخبيزه تاع البيض اللي طيبتوها، هذيك الحشو، وتغلقوا عليه. هنا نسيت فلانيه ما درتش فرماج هذاك شيدار، الاخرين درت لهم. وهذا هو الخبز تاعي. شوفوا كي طاب، هاوليك ماشي طاب يعني هو كان طايب يعني. مور ما كملت فاغسيتهم كامل، قسمتهم هكذا باش يبانوا لكم من الداخل. درت لهم شويه تاع الفرماج فوق البيض هكذاك وهو سخون. وهذا هو كي تقسموه تتحصلوا على هاد النتيجه. شوفوا شحال يجي الشكل ديالو هايل، يجيكم خفيف وبزاف بزاف بنين، يعني ما يقهمش، ميم لافاغس تاعو ما تقهمش. وراهي اقتصاديه كما شفتوا، ما فيهاش مكونات كبيره. وفي الاخر ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوه مع اصدقائكم، خليو لي جيم وكومونتير شباب. تهلاو في رواحتكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.